الشقق يقدروا يكونوا في نفس المدينة ونفس المساحة تقريبا، ولكن الفرق في الثمن يقدر يفوت 100 مليون. والسؤال هو شكون فيهم صفقة وشكون غير إعلان كيبان رخيص. اليوم ما غاديش نوريو 3 ديال الإعلانات ونساليو، قلبنا في 8 ديال الأحياء اللي الناس كيقلبوا عليهم وجمعنا أكثر من 40 ثمن مختلف، من بن سركاو وحي أنزل عليا حتى حي السلام، حي المحمدي، تيليلا، أضرار، الداخلة وفونتي العليا. ولكن قبل ما نبداو خاص واحد الحاجة تكون واضحة: الثمن اللي كتشوف في الإعلان هو الثمن اللي طلب المعلن، ماشي بالضرورة الثمن اللي غادي تسالي به البيعة. حنا غادي نقارنو الثمن، المساحة، الطابق والتجهيز، ومن بعد نعطيوك الاختيار اللي كيناسب كل ميزانية. نبداو من بن سركاو. أول إعلان شد الانتباه كان ب 32 مليون سنتيم، 45 متر، 2 بيوت والطابق الأول. على الورق هذه أرخص بداية في المقارنة كاملة، ولكن المفاجأة هي أن نفس الحي فيه عروض أخرى كتطلع حتى لأكثر من 130 مليون، خصوصا ملي كتكون المساحة كبيرة. يعني 32 مليون ماشي هو ثمن بن سركاو كامل، هذا عرض خارج القاعدة، وخاصك تشوف بعينيك الرطوبة، الإصلاحات، السطح والوثائق قبل ما تقول لقيت الهمزة. ومن بن سركاو نمشيو لعرض قلب المقارنة كاملة، حي أنزل عليا في أولاف، 34 مليون سنتيم، 52 متر، 2 بيوت والطابق الثاني. غير 2 المليون زايدين على العرض الأول، ولكن كتربح 7 ديال المتر. هنا كيجي السؤال الحقيقي: واش البحر قريب يعني الحي كامل غالي؟ لا، لأننا لقينا نفس الحي فيه 56، 59، 79 حتى ل 94 مليون. الفرق كيجي من الجديد والقديم، المصعد، التجهيز والمنظر على البحر. إلا حسبنا غير هاد العرض الرخيص، المتر كيدور في 6500 درهم تقريبا، قيمة قوية على الورق، ولكن الطريق لوسط المدينة، النقل والخدمات خاصك تجربهم في الوقت اللي غادي تعيش فيهم، ماشي غير نهار الأحد. دابا نوصلوا لحي السلام. هنا لقينا إعلان ب 40 مليون سنتيم، 53 متر و2 بيوت. الإعلان كيهضر حتى على الحديقة، طراس والكراج، ولكن هاد التفاصيل بالضبط خاصها التأكيد في الزيارة. واش الكراج تابع للشقة، واش الطراس ملك خاص ولا مشترك؟ والأهم حي السلام ما عندوش ثمن واحد، لقينا 54، 56، قرابة 59، 65، 90 حتى ل 140 مليون. العمارة، الطابق، الحالة والكراج كيقلبوا الحساب. علاش الناس كيبقاو كيقلبوا هنا؟ حيت الخدمات، الجامعة، الحركة وإمكانية الكراء كيعطيو قيمة. ولكن إلا كنتي كتكره الزحام والضجيج، جرب الحي في الذروة وبالليل قبل القرار. والحي اللي من بعد كيزيد يعقد المقارنة، حي المحمدي. العرض اللي قدامنا ب 65 مليون سنتيم، 47 متر، 2 بيوت ومجهز، شقة صغيرة ولكن داخلة في حي فيه اختيارات كتيرة. فالبحث بقال لنا 50، 52، 60، 65، 70، 72، 78، 89 و110 مليون. وبعد الإقامات كتطلع أكثر من هادشي. فين كاين السر؟ فالمصعد، المسبح، الكراج، التجهيز واسم الإقامة. يعني ما تقارنش استوديو ديال 30 متر بشقة عائلية ديال 80 متر وتقول هادي أرخص. قارن نفس المساحة، نفس الطابق ونفس مستوى الإقامة، وإلا ما درتيش هادشي الأرقام غادي يضحكوا عليك. ولكن منين كنمشيو شوية لتيليلا الصورة كتولي أبسط. لقينا عرض ب 57 مليون سنتيم، 56 متر، 2 بيوت والطابق الأول. ومن بعد بأن 59، 70، 80، 84، 86، 90 حتى ل 105 مليون. بمعنى آخر، إلا كانت عندك ميزانية بين 57 و 70 مليون كتبدا تبان قدامك اختيارات معقولة. تيليلا تقدر تناسب اللي باغي الهدوء أكثر من وسط المدينة، ولكن خاصك تتأكد من المصعد والطابق وتجرب الطريق في الساعة اللي كيدخل فيها الناس للخدمة ويخرجوا منها. وهنا كيوصل لواحد الحي اللي ممكن يكون نقطة التوازن، حي أضرار. الإعلان اللي اخترنا ب 62 مليون سنتيم، 60 متر، 2 بيوت في الطابق الخامس مع المصعد حسب الإعلان. وفي نفس الحي لقينا 51، 57 ونص، 62، 70، 73، 75 حتى ل 85 مليون. أضرار ماشي هو الأرخص وماشي هو الأقرب للبحر، ولكن كيعطيك مساحة مفهومة بثمن أسهل من فونتي والداخلة. غير رد البال لواحد التفصيل مهم: شي إعلان كيكتب أضرار في العنوان والوصف كيهضر على آية ملول. ما تعتمدش على العنوان المكتوب بوحده، طلب الموقع الصحيح وشوف العنوان في الوثائق. دابا ندخلوا لحي الدخلة. هنا 65 مليون ما جابتش شقة عائلية كبيرة.
الإعلان اللي شفناه 40 متر فقط، بيت وصالون ومفروش. هذه أول إشارة أن الموقع كيتخلص. العروض اللي جمعنا بدات من 65 ومن بعد 75 80 100 108 120 125 حتى 135 مليون. ببساطة إلا كانت ميزانيتك صغيرة حي الدخلة يقدر يعطيك مساحة محدودة، وإلا بغيتي شقة عائلية خاصك غالبا تطلع في الميزانية. المقابل هو القرب من الخدمات والمحاور والطلب العائلي. ولكن قبل ما تقول الموقع أحسن، حسب الثمن على المساحة. 65 مليون على 40 متر ماشي بحال 65 مليون على 70 متر. والآن نوصلوا للحي اللي كيبدل اللعبة كاملة، فونتي العليا. هنا مرقيناش كنهضروا على 40 ولا 60 مليون. الإعلان اللي قدامنا ب 152 مليون سنتيم، 105 ديال المتر، 3 ديال البيوت مع المصعد والكراج حسب الإعلان. ومن بعد كيبانو 170 178 195 215 قرابة 249 حتى 350 مليون. علاش؟ القرب من البحر، جودة الإقامة، الكراج، المصعد والتشطيب. ولكن هذه ماشي مقارنة عادلة مع ميزانية صغيرة. فونتي سوق آخر. السؤال هنا ماشي واش نقدر نشري، السؤال هو واش الموقع والراحة يستاهلوا الفرق الكبير بالنسبة للهدف ديالك. دابا نخليو أسماء الأحياء على جنب ونشوفوها بالميزانية. إلا عندك 35 مليون الباب ضيق، بن سركاو أو عرض خاص في حي أنزة العليا مع تدقيق كبير. إلا وصلتي ل50 مليون كيبداو يبانو حي السلام، حي المحمدي، أضرار وحي أنزة العليا، ولكن غالبا في مساحات صغيرة أو عروض خاصة إصلاح. في 60 مليون كتولي عندك المنافسة الحقيقية بين تيليلة، أضرار، المحمدي، السلام وحي أنزة العليا. وفي 80 مليون تقدر تطلب مساحة أحسن أو إقامة منظمة. أما 100 مليون وفوق الموقع والتجهيز كيدخلوا بقوة، وكتبدا تقرب للدخلة وفونتي. باش نحيدو الضباب كاين حساب بسيط، الثمن مقسوم على المساحة. في العروض اللي شفنا حي أنزة العليا وبن سركاو بانو الأرخص للمتر، من بعد حي السلام، تيليلة وأضرار في النص، والمحمدي، فونتي والدخلة طلعوا أكتر. ولكن هاد الحساب غير فلتر أول، وحتى البرجات اللي كنستعملوها كمرجع لوسط المدينة ما تقدرش تقارنها مباشرة بحي بعيد بلا ما تدخل الطريق والخدمات في الحساب. كاينين 3 ديال الفخاخ خاصك تحفظهم. الأول هو الطابق، الرابع بلا مصعد ماشي بحال الثاني مع مصعد، الثاني هو العنوان، اسم الحي في الإعلان يقدر ما يكونش هو الموقع الدقيق، والثالث هو التجهيز، مفروش ولا فارغ، كراج خاص ولا مشترك. وزيد عليهم المصاريف اللي ما كتبانش، الصباغة، السباكة، الكهرباء، الرطوبة، السانديك وحتى إصلاح المصعد. وقبل أي عربون راجع شهادة الملكية مع الموثق وتأكد من المالك، الراهون والحجوزات. زور الشقة في الصباح، في الذروة وبالليل، وسول السانديك على الديون والمصاريف. الإعلان غير بداية البحث، ماشي سبب باش تصيفط الفلوس. دابا الجواب اللي تسنيتي. إلا كانت الأولوية هي أقل ميزانية، بن سركاو أو حي أنزة العليا يقدروا يربحوا، ولكن غير من بعد التحقق. إلا بغيتي أحسن توازن بين الثمن والمساحة، حي أضرار أو تيليلة هما اللي بانوا أقوى في ميزانية بين 57 و 70 مليون. إلا كان الموقع والخدمات أهم، حي السلام أو حي المحمدي يقدروا يكونوا منطقيين حسب الإقامة والمساحة. وإلا كانت الراحة والموقع الراقي هما الأولوية، فونتي العليا كتربح، ولكن بميزانية كتبدا تقريبا من 152 مليون. الخلاصة ماشي اسم حي واحد، الخلاصة هي هادي. في 35 مليون قلب في بن سركاو وحي أنزة العليا، في 60 مليون ركز على أضرار وتيليلة، في 80 مليون قارن السلام، المحمدي والدخلة، وفي 150 مليون وفوق فونتي كتدخل بقوة. يعني الحي اللي كيربح هو الحي اللي كيناسب فلوسك، طريقك والمساحة اللي محتاج، من بعد ما تكون الوثائق سليمة.
دابا انت عندك 60 مليون، فين غادي تشري؟ حي أضرار، تيليلا، حي السلام ولا حي المحمدي؟ كتب الاختيار ديالك وعلاش في الكومنتير، ومن الأجوبة ديالكم غادي نختاروا الحي اللي نديروا عليه التحقيق الجاي، إعلان بإعلان وشارع بشارع. وتفكر الأثمنة كتبدل والإعلان يقدر يتحذف. دير الزيارة، راجع الوثائق واستشر الموثق قبل أي قرار.